هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده في عيادة الدكتور احمد المصري. خليني افكركم بنفسي بسرعة جدا. انا دينار جمال، كنت طلعت معاكم فيديو قبل كده من 4 شهور. النهارده عايزة احكي لكم عن تجربتي او مشواري يعني الصغير اللي مدته 3 اسابيع. انا كنت وزني 96 كيلو. في الحقيقة عملت دايت ومريت بكل الحاجات اللي ممكن يكون اي حد مر بيها، ونزلت جيم ودفعت الفلوس وما رحتش، وعملت دايت وخسيت وتخنت وعديت بكل المراحل دي لحد ما وصلت ان انا اعمل ايه. انا وزني كان زاد جدا، بقيت اخد لبس من مامتي، بلبس مقاسات كبيرة، مش عارفة اجيب مقاسي منين بالظبط، لحد ما قررت ان انا هعمل تكميم. كان وزني 96 ودلوقتي انا وزني 73. مش باقي كتير على الرحلة الجميلة ان انا اوصل للوزن المثالي اللي انا كنت عايزة اوصل له. بس الحقيقة ما بين ال 96 وما بين ال 73 عدت حاجات كتيرة قوي، حاجات بسطتني اكتر ما هي كانت صعبة. حقيقي فعلا لو هيعيد بيا الزمن تاني عشان اختار نفس القرار فانا هختاره. انا بقيت حد تاني فعلا يعني. بقيت اللي هو انا تقريبا وصلت ان انا كل يوم بنزل اشتري لبس. مبسوطة جدا بشكلي، مبسوطة بوزني. كل حاجة في حياتي كلها اتغيرت. تفكيري، الموضوع بس مش ان انا وزني قل او ان انا وصلت لوزن اقل او خسيت whatever الرقم اللي انا خسيته. لا، الفكره ان في حاجات كتير قوي في يومي اتغير. اولا بقيت اصحى بدري، بقيت اكل كويس، بظبط اكلي. بعك كتير جدا زي ما كل الناس ممكن يحصل لها ده، بس في نفس الوقت انت بتكنترول نفسك، انك بتبقى قادر تحدد امتى تاكل ايه، امتى في الوقت المناسب، امتى نبطل، امتى نقف. كل ده انا اتعلمته في الرحله هنا مع التيم الجميل واللي بيساعدك في ايا كان الوقت. حقيقي فعلا انا يعني مش عارفه اقول لهم ايه. هم فعلا قدروا ان هم يساعدوني في هدفي، في ان انا اوصل للشيب اللي انا فيه ده، اللي انا مبسوطه بيه جدا. وحقيقي شكرا ليكم فعلا. اتمنى ان انا اشوفكم في فيديو تاني وانا مثلا 60 بقى، بس هم قايلين لي لا، هنوصل لرقم تاني هيبقى الطف، ان هو يبقى مناسب اكتر لصحتي. لان هم هنا بيهتموا ان يبقى شكلك حلو، بس في الاول وفي الاخر صحتك مهمه جدا عند تيم دكتور احمد المصري. خدوا انتوا كمان القرار، انتوا محتاجين تعملوا ده. القرار صعب شويه بس بجد هيفرق معاكم كتير. يلا ما تتاخروش. تعالوا لدكتور احمد المصري وفعلا هتحسوا بكل اللي انا بقوله. شكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي. ميرسي، باي.